تخيل معايا إنك راجع لبيت طفولتك، البيت اللي مليان ذكريات قديمة. بعض الذكريات دي جميلة والبعض الآخر مؤلم، لكن الغريب بمجرد ما تدخل المكان تبدأ تلاحظ حاجات مش طبيعية. أبواب بتتقفل لوحدها، أصوات أطفال بيتحركوا في الأروقة، وابنك الصغير يبدأ يتكلم عن أصدقاء خياليين محدش غيره شايفهم، وفي لحظة واحدة يختفي ابنك تماما. من هنا يبدأ الرعب الحقيقي. ده مش فيلم عن وحوش أو شياطين، ده فيلم عن الأمومة، الفقدان، والأسرار اللي ما بنقدرش نهرب منها. ده فيلم الأورفنج أو دار الأيتام، واحد من أقوى أفلام الرعب النفسي الإسبانية اللي صدرت سنة 2007. قبل ما ندخل في التفاصيل خليني أقولك إن الفيلم من إخراج خوان أنطونيو بايونا ومن إنتاج المخرج الشهير جييرمو ديل تورو اللي قدم تحف زي بانز لابيرنث. الفيلم حصل على إشادة نقدية عالمية، مش لأنه رعب دموي أو فيه وحوش مرعبة، لكن لأنه بيلعب على مشاعرك وبيخليك تحس بالرعب من خلال الحزن، الوحدة والخسارة. القصة بتبدأ مع لورا، امرأة قررت ترجع لدار الأيتام اللي اتربت فيه وهي صغيرة. مع جوزها كارلوس وابنها سيمون كان عندها خطة إنها تفتح المكان تاني، لكن المرة دي علشان يكون بيت للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن الماضي اللي كانت فاكرة إنها نسيته بيرجع يطاردها، وأحداث غامضة بتحصل بتخليها تسأل: هل المكان ده فعلا مجرد بيت قديم ولا في أسرار مدفونة تحت جدرانه؟ الفيلم يبدأ بلورا وهي صغيرة بتلعب مع باقي الأطفال في دار الأيتام. المشهد مليان براءة لكنه كمان فيه لمحة من الغموض. بعدها ننتقل للورا وهي كبيرة، عندها حياة مستقرة مع جوزها وابنها بالتبني سيمون. سيمون طفل مختلف، عنده خيال واسع، بيخترع أصدقاء خياليين يتكلم معاهم طول الوقت. لورا شايفة الموضوع طبيعي لحد ما يبدأ يدي تفاصيل دقيقة عنهم كأنهم أشخاص حقيقيين. واحد من الأصدقاء دول اسمه توماس، ولد لابس قناع غريب بيغطي وشه. في البداية بتشوفه مجرد لعبة عقلية من خيال سيمون، لكن مع مرور الوقت وجود توماس بيبقى حقيقي جدا لدرجة إنه يغير مسار القصة كلها. بيجي اليوم اللي قررت فيه لورا تعمل حفلة كبيرة للأطفال، اليوم اللي المفروض يكون بداية جديدة ومليانة بهجة، لكن اللي حصل كان بداية الكابوس. سيمون يزعل من نقاش مع أمه ويجري بعيد. في وسط الحفلة والزحمة لورا تشوف طفل لابس قناع غريب يقفل عليها الباب ويحبسها في الحمام، ولما تخرج تكتشف إن سيمون اختفى. ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن سيمون. ما كانش عادي، الشرطة بتتدخل، الجيران يساعدوا، لكن مفيش أي أثر للولد. جوزها كارلوس يحاول يقنعها إنه ممكن يكون اتخطف أو ضاع، لكن لورا مقتنعة إن الموضوع أكبر من كده، إن البيت نفسه مخبي سر. الأصوات الليلية، خطوات الأطفال، الأبواب اللي بتتقفل لوحدها، كل ده بيخليها متأكدة إن في شيء خارق بيحصل. أكبر تحدي قدام لورا إنها وحيدة، الشرطة مش مصدقاها، جوزها شايف إنها بدأت تفقد عقلها بسبب الحزن، لكن قلب الأم بيقول لها إن ابنها لسه موجود حتى لو كان في عالم تاني. تبدأ تدور في تاريخ المكان، وهنا بتكتشف الحقيقة الأولى. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه توماس عايش في الدار، كان متشوه الوجه وكان الأطفال بيتريقوا عليه. وفي يوم حصلت مأساة، توماس غرق ومات، لكن الموضوع ما انتهاش هنا. الأطفال اللي اتريقوا عليه اختفوا كلهم بعد كده. مع مرور الوقت لورا بتجيب وسيطة أرواح تعمل جلسة في البيت. المشهد ده واحد من أكتر اللحظات رعباً في الفيلم. الأصوات تملى المكان، أطفال بيصرخوا، بينادوا على أمهم، بيطلبوا مساعدة. الأرواح موجودة فعلاً وبتأكد إن البيت مليان أسرار، لكن فين سيمون؟ لورا لسه ما عندهاش إجابة. تقتنع إن السبيل الوحيد إنها تتواصل معاهم بنفس أسلوبهم، إنها تدخل لعبتهم. لورا تلبس لبس الطفولة القديم، تجهز الأوضة كأنها رجعت تبقى طفلة تاني، تبدأ تغني الأغاني القديمة
وتلعب لعبتهم. الأصوات ترجع، الأطفال يضحكوا، وفي لحظة تلاقي باب سري في القبو، تنزل وهناك تكتشف الحقيقة الصادمة. سيمون ما كانش مخطوف ولا بعيد، كان مستخبي في غرفة سرية علشان يثبت لها وجود أصدقائه، لكن الباب اتقفل بالغلط، والنتيجة المأساوية إنه مات وحيد قريب جدا منها من غير ما تعرف. اللحظة دي تحطم قلب أي مشاهد. بعد ما تعرف الحقيقة، لورا تدرك إن حياتها انتهت. تقرر تاخد جرعة من الأدوية وتجلس مع الأطفال في الغرفة. الأطفال يظهروا حواليها ومعاهم سيمون. المشهد مؤثر، سيمون يبتسم لها وهي تلاقي نفسها أخيرا مع ابنها، حتى لو ده معناه إنها لازم تبقى في العالم الآخر. في النهاية كارلوس يرجع للبيت، يلاقي القلادة بتاعتها ويحس بوجودها كأنها لسه هناك بتحمي الأطفال اللي ما كانش ليهم بيت. فيلم الأورفانيج مش رعب عادي، ده فيلم عن الحب، عن الأمومة اللي بتتحدى حتى الموت، وعن الذكريات اللي ما بنقدرش نهرب منها. هو فيلم يخليك تبكي أكتر ما يخوفك، وده سر قوته. ولو بتحب أفلام الرعب النفسي اللي بتحرك المشاعر، ده واحد من الأفلام اللي لازم تشوفها. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع أصحابك، واكتب لي في الكومنتات هل تعتقد إن الحب ممكن يكسر الحاجز بين الحياة والموت؟